العربية أنها تحتضن جمهورية مصر العربية، ونقيم منتديات تؤلف بين الشعوب العربية وتؤلف بين القضية الإسلامية. وهذا شيء الحقيقة يعني تاج على رأس الأمة، أننا مصر قائدة العروبة وقائدة التنمية وقائدة اللحمة الوطنية والعربية والإسلامية. تحية من القلب والروح للشعب المصري الذي احتضنني من صغري وعلمني ورباني وأنا الآن مع أحبابي وأصحابي وأخواني وأخواتي، وأتشرف أنني أكون جنسية سعودية الجنسية ومصرية الهوية والقلب والروح مصري. أحب أن أقدم شكر لكم بحضوركم وتكبدكم العناء، وأتمنى أن يكون هذا لقاء بين الأخ وأخته، وبين الحب صديق وصديقه، وبين الأب وابنه وابنته. تحياتي واحترامي للجميع، والف شكر لمعالي النقيب لحضوره وجميع الحاضرين. فالآن الكلمة تنتقل إلى معالي النقيب. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. باسم مجلس نقابة المحامين بجنوب القاهرة نقيبا وأعضاء، أتوجه بخالص الشكر والتقدير لمعالي الدكتور فايز ابن علي على هذا التكريم وعلى هذا العطاء الجيد الذي بذل فيه من الجهد أكثر مما فيه من أي شيء آخر، ويترجم حقيقة واقعة تجمع الشعبين الشقيقين في المملكة العربية السعودية وفي مصر. مصر أم الدنيا كما يقال، فالسعودية أرض الحرمين الشريفين التي تتطلع إليها كل الأفئدة وتتوق إليها كل الأنفس لدى المسلمين في بقاع الأرض أجمعين. وبالتالي من هذا المنطلق أحسب وحضراتكم أعم وأعلم أن هذه المسائل تربط بين شعبين رباط الدم الوثيق الذي لا تنفصل عراه أبدا على مدى التاريخ، وإلى أن يأذن الله بالأمر المفعول إلى أن تقوم الساعة. مصر والمملكة العربية السعودية وجهان لعملة واحدة، شعبا وقيادة. أحيي فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس جمهورية مصر العربية، وأحيي جلالة الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان. هذا عطاء جيد يترجم لدى العالم أجمع أن على الأرض توجد شعوب وتوجد قيادات تحمل هم أمة بأسرها وتعرف كيف تصرف شؤونها وكيف تحفظ حدود هذه البلاد. المنتدى على نحو ما أفاض وفي الإيجاز الجامع المانع معالي الدكتور فايز حديث الشعر وحديث المنتديات الشعرية. أنا نقيب للمحامين بالقاهرة، والمحاماة تعني القانون، وإن كنت أقول وحضراتكم أكثر الناس علما، المحامي صاحب العلم المتفرد نظرا من العلم لدى المحامي علم شمولي، الطبيب طبيب والمهندس مهندس والمحاسب محاسب، إلا المحامي يقرأ في كتب هؤلاء جميعا حتى يستطيع أن يترافع عنهم ويحل قضاياه. لكن أقول بقى إذا كان القانون غذاء العقل فإن الشعر غذاء الروح غذاء القلب. وبالتالي على مدى التاريخ قرأنا وسمعنا شعراء ملأوا آفاق الدنيا، ويكفي ولد الهدى فالكائنات ضياء قيلت في المصطفى عليه الصلاة والسلام. وبالتالي الشعر يحمل رسالة ويحمل خلاق أمة ويحمل وجدان شعوب. أحيي وأكرر ولا أمل من التكرار معالي الدكتور فايز على هذه الدعوة الكريمة، ونعشم تكرارها مرارا ومرارا في مرات قديمة بمشيئة الله. وأرحب بحضراتكم جميعا، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. يسعدني أن أقدم هدية لمعالي النقيب الأمير محمد بن سلمان وخدمة وحكمة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تحية مصر. صح كده؟ المجد لرواد الكلمة وصانعي الكلمة، المجد للشعراء والكتاب والمحامين
الآن نلتقي مع الزميلة الإعلامية نسمة عبد الوهاب لاستكمال فقرات الحفل. اتفضلوا استاذ منى بقى. يلا يلا. السيدات والسادة، الآن نرحب بلجنة التحكيم أستاذ مصلح التبيتي عضو لجنة التحكيم بالمملكة العربية السعودية، الأديبة والشاعرة دكتورة عايدة حسن عيد رئيسة العلاقات التنسيقية الدولية بالجمهورية اللبنانية، الأديب محمود حسن، الشاعر والأديب أسامة نور، دكتور أحمد السلمي الحويطي رئيس النقد اللغوي، الشاعر محمود مسلم العمراني الأديب والناقد، الشاعر سليم الحويطي ومنسق القبائل في مسابقة فارس شعراء العرب. أيضا يسعنا أن نرحب بنقيب المحامين النقيب العام عبد الحليم علام رئيس اتحاد المحامين العرب، نقيب المحامين بجنوب القاهرة حسن أمين، منورين الدنيا. أيضا النقيب سعيد عبد الخالق وكيل نقابة المحامين، والنقيب عيسى أبو عيسى أمين عام النقابة، أيضا النقيب كرم خليفة أمين عام نقابة المحامين بجنوب القاهرة، والأمين بدر الرماح أمين عام النقابة. والآن مع فقرة تكريم الشعراء وتقديم أبياتهم. الوقت فقرة تكريم الشعراء.